الله وبركاته. وحشتونا، اخباركم ايه؟ بما اننا اتفقنا بقى نعمل حاجات جديده مع بعض ونزود من التحديات والتعاونات. النهارده مش هيكون تحدي ولا حاجه، بس فكرنا في فكره انه ازاي ننقل لكم 3 ثقافات مختلفه لثلاث حاجات. اي حاجه، طريقه ترتيب شيء، ادواتهم المنزليه، مش عارفه ايه. ففكرنا النهارده ان احنا هنعمل لكم ان شاء الله 3 جولات من 3 محلات للادوات المنزليه. واحد في امريكا، واحد في الكويت، واحد في مصر. اعتقد ان الحمد لله ان الفكره دي ما اعتقدش هيكون حد عملها قبلنا يعني. الجو برد جدا، لبست لكم الجاكيت ابو فرو علشان اعرف اصور الصراحه. ده اول اختلاف يعني. النهارده بقى هنشوف مع بعض الادوات المنزليه من مصر ام الدنيا ورب وان شاء الله هنشوف حاجات كويسه. ونشوف الايه الاشكال اللي بتبقى في مصر، ايه الموضه اللي في مصر ايه. زي ما انتوا شفتوا ام ملك وام عمر. احنا النهارده ان شاء الله نعمل فكرة في فيديو جديد ان احنا ننقل ثقافات مختلفة بناء على المكان اللي احنا موجودين فيه. هي هيبقى عندها ايه وفي مصر ايه، وفي امريكا ايه، وفي الكويت ايه. الدنيا هتبقى ماشية ازاي؟ طب ده بالنسبة للشكل ايه الاهتمام اكتر؟ يعني كل بلد بيبقى لها ثقافة، كل بلد بيبقى لها اهتمام اكتر. هي دي فكرة الفيديو بتاعنا النهاردة، وان شاء الله يعجبكم. يعني بالنسبة للجو يا ام ملك، فاحنا عندنا هنا الجو برضو برد جدا. فانا يعني هقفز نفسي كويس قوي قبل ما انزل، وبعد كده ننطلق. يلا 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 بينا بقى على الادوات المنزليه، مستعدين. متحمسة جدا. ودي كوبايات او دي كاسات، دي كوبايات قهوه او شاي صغير. الشكل ده حلو. ودي ميه، كوبايه ميه او عصير. وده طبعا المجات اللي احنا عارفينها كلها، اللي بتبقى ساده او ايه فيها زخرف. ده طبعا برضو شربات العصير. طبعا عندنا كل الشفشق. زي ما انتم شايفين طبعا اطقم القهوة، لان هنا الخليج عامة مشهور بالقهوة العربي والقهوة التركي والكلام ده. فهم مهتمين جدا بموضوع اطقم القهوة. وطبعا البرادات دي اساسي، سواء طلعوا مخيمات او في الشوي، لان هنا الجو ما بيبقى كويس بيروحوا يشوا. وطبعا الوان البرادات ديت بتدل على اللي هي الحياة البدوية. فبتبقى الوانها حلوة جدا. يا ترى البرادات عندك عاملة ايه يا ام عمر؟ طبعا البراد عندنا هو اللي يكسب. تمام. حبيت قوي اشكال المجات اللي طالعه جديده بغطا دي. طبعا كان في اطقم كوبايات وحاجات كتير كمان غير الفناجين والحاجات اللي انا وريتها لكم، بس احنا بحاول اجيب لكم كده الحاجات اللي كمان هتلفت نظركم وتبقى جديده. وانا بقى عايزه اعرف الكوبايات عند ام ملك اخبارها ايه، والكاسات والحاجات دي. ندخل بقى على الكوبايات، اطقم الكوبايات. يعني ناخد فكره عن الازاز عامه يعني، زي ما انتم شايفين كده. وجماجم وبلاوي سود. بس ده حلو يعني.
لقيت حاجات مذهبة، لقيت حاجات مذهبة، ايه رأيكم؟ نادرا طبعا يعني، بس عشان كده انا قلت لكم ايه، هحاول ادخل محل يكون متخصص في متخصص في حاجة البيت، فاهمين يعني؟ هوم ده ات هوم ده كده، سواء ديكور سواء ادوات مطبخ، حاجات للحمامات، مش عارفة ايه يعني، كل ما يخص البيت. فانا قلت ان احنا ان شاء الله هنلاقي فيه حاجات تنفعكم يعني. نتكلم عن اطباق الفاكهة بقى شوية. طبعا اطباق الفاكهة او الحاجات اللي بنحفظ فيها الفاكهة في مصر بقى مش هقول هم بقى يبقوا يصوروا لكم، بس هي دي الستايلات اللي موجودة هنا معظمها. دي علشان الموز، تمام كده يعني، بنعلق هنا كده الموز، دول كلهم للموز. في حاجات عبارة عن دورين، وفي حاجات بيبقوا الاتنين مع بعض. احاول عايزة اشوفها لكم اهي، اهي بصوا دي مثلا اهي، هنا بتحطي الفاكهة اللي انت عاوزاها، وهنا بتعلقي الموز، ماشي. والله يا ماما لك انا شايفه ان اطقم الفاكهه عندك شيك جدا. يعني احنا عندنا هنا حضرتك الحاجات كلها لازم تكون متحبه كده عشان تبقى حاجه كاشخه، لان هنا بيبقى فيه ديوانيات وحاجات من دي، فانتوا هتلاقي كل حاجه يا ذهبي يا فضي، حاجه اوفر اوفر يعني. ودي اشكال الترمس بقى، الاحجام بتاعتها. وزي ما انتم شايفين كده حبايبي، الترامس هو الحاجة السمة الأساسية هنا طبعا للمخيمات، للبر، لشوي، لأي خروجة. فهنا الترامس ده شيء أساسي جدا جدا، سواء في الكويت أو دول الخليج عامة، بأشكالها وألوانها وخاماتها. وده الصين الفرضاني بقى اهو، بولات واطباق مسطحه وغويطه، ودول بقى صغيرين. اشكالها حلوه، الواحده ممكن تكون لها طقم. الصيني طبعا هو برضو اعتقد من ضمن الاختلافات يعني اللي احنا ممكن نلاحظها، انه معظم المحلات بتبيع بالواحد يعني بالطبق، فاهمين؟ ناس كتير بتبقى عايشه لوحدها، وناس كتير بتحب تغير. نادرا نادرا ما هتلاقي حاجه زي كده، مثلا اللي هو ايه العلبه اللي فيها مثلا 6 اطباق او 12 طبق او حاجه زي كده، دول مثلا 12. لكن معظم الحاجة حتى لو في علبة فيها 12، انت بتلاقي في منها برضو ايه، بتلاقي في منها برضو فرداني. تعالوا بقى نبص ايه، نحاول نجيب الحاجات اللي هي فيها كتير، اللي هي الأطقم يعني. دي حاجات كلها ايه، صيني، زي ما انتوا شايفين، ابيض 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 ابيض، يعني ايه، نادرا كده ما هنلاقي مثلا حاجة زي كده. بصوا برضو الالوان اللي هي ايه، الهادية جدا يعني. بصوا الطقم ده
خطير. واو، لونا اهو، لونا يا ولاد، افرحوا واتبسطوا. طبعا حطيت لك طبق، ممكن يا اما عشان تشوفي المنظر، يا اما كان بيبيعوا معاه، مش عارفه بصراحه. لو انت ايه يا ام ملك، انت بتسمي اللي عندك ده صيني؟ اتفرجي يا حبيبتي على اطقم الصيني. الحاجات دي بقى بالحبة، كل 4 بالنار. في بقى حاجات طبيسيس قنطوطة، في حاجات غويطة، في حاجات مسطحة مربع، كل 4 بالنار. وهتشوفوا دلوقتي الأشكال بتاعتها. تعالوا يلا نشوف الصيني بتاع مصر. وده اللي بنسميه عندنا طقم العشاء، اللي هو الكوبايات بتاعته بالفناجل. ده شكل، وده شكل تاني. وده الصين اللي ما بيخلاش عنه اي بيت. الالوان بقى، الالوان حاجات بقى اللي هي البلاستيك والسباتيولات والماشة يعني، كلها طبعا بتبقى سيليكون. دول اللي هم اللي هم بتوع القياس دول يعني. كل اللي على العربية مش عارفة بكام. طبعا الأسعار يعني هو مش أرخص مكان، يعني يعتبر من الحاجات الغالية شوية، أو نقول نص نص يعني، في حاجات أرخص منه طبعا. طبعا لو عايزة تحولي بقى المطبخ لتركي، الألوان اللي هي بقى الروز واللبنيات ومش عارفة الحاجات اللي زي دي، سهل جدا انك انت تعملي ركن يعني. دي الرفايع بقى اللي هي موجودة في المحل، بتبقى زي السكاكين والمقصات، واللي هو مضرب الكابتشينو، ومقصات بقى على أشكال معينة، والسبوتلة والفرشة بتاعتها. ودي مقصات والسكاكين السيراميك والمضارب. ودي بقى زي القطاعات، قطاعات البيض والمعايير. ده كلها الرفايع اللي بتبقى موجودة عند كل بيت. هنا بقى عندي الحاجات مقصات، المقصات بأنواعها يعني، الفتحات، مثلا السكاكين، سكاكين بأنواعها، سكاكين سيليكون، يعني أنواع كتير، أشكال رهيبة. حاجات بقى المطبخ وكده، وأدوات المطبخ، منها برضو السيليكون والعادي والبلاستيك.
ندخل بقى على اللي هما الميلامينات. بصوا ميلامين مش صيني يعني ولا كده. البتاعة دي ب3 دولار ودي ب4. في بقى اشكال كتير. طبعا مش يعني مش حلقتنا النهارده هنتكلم عن الاسعار، يعني بوريكم بس الايه. عندي بقى الميلامين زي ما انتم شايفينه اصلا نزل عليه عروض، واشكاله بقى البيضاوي والصغير والبولة السقنطوطة وحاجات، كل طبعا بالقطعة، يعني اللي انت عايزاه بالقطعة. في مسطح كبير، في مسطح دايرة، في صواني نفس الشكل. بصراحة عندهم تشكيلة حلوة جدا جدا يعني. ما كانش ينفع طبعا يعني امشي من غير ما اصور لكم الجمال وحلاوة حامل المجات باشكاله المختلفة، داخل مع الخشب مع البورسلين، حاجات للتوابل. يعني بصراحة انا اتوهمت من الحاجات الجميلة دي. المعالق والحاجات اللي زي دي. فين بقى المذهبات والهيصات لا يعني هو بصوا ستايل اهو. اخرهم في الديكور. بس انا شايفاها حاجات رقيقة بالنسبة لي، انا شايفاها كويسة يعني. علب بقى التلاجات والحاجات اللي زي دي، الحفظ يعني. انا بحب دي جدا جدا جدا. وده علب التلاجة او علب خزين بالاحجام كلها. والالوان، كل الالوان بقى كل واحده على حسب المطبخ الصغير. طبعا عندكم زي دي مفيش طبعا، اشكال والوان واستخدامات وبولات لا ما تخافيش، احنا عندنا من ده كتير قوي، يعني زي ما انت شايفه كده اشكال وانواع، لا للتلاجة وللغسيل الرز، وبلاستيكات للفاكهة، والبساقة الحمامات والمطابخ وتنظيم التلاجة بصي هسيبك تتفرجي. يا رب الحلقة بتاعتنا النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للي لسه ما اشتركش معانا، وكمان ما تنسوش اللايك. بنحبكم قوي. السلام عليكم.